قضية النهاردة تعتبر قضية دولية لأنها قلبت الرأي العام في مصر والسعودية والكويت. بنت وأمها اختفوا والموضوع ما خلصش لحد هنا، لأن الغريب في القضية إن البنت ساعدت الشرطة إنهم يلاقوا مكانها حتى بعد اختفائها. والسؤال المهم، يا ترى إيه أصل الحكاية؟ لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهارده. قضية النهاردة بتدور أحداثها في مصر، وتحديداً في مدينة صمنلوط محافظة المنيا. ويوم 27 أغسطس سنة 2015 تبدأ القصة مع ست سعودية اسمها مودة فاضل دياب وعمرها 60 سنة، وبنتها اسمها عقيلة عبد الحميد الخميسي وعمرها 27 سنة. حياتهم كلها كانت في الكويت، ونزلوا مصر في أجازة للسياحة. وفي نفس الوقت الأم كانت بتفكر تشتري شقة عشان لما ينزلوا أجازة تكون شقتهم موجودة. بس في الأول وكالعادة خليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. بجانب السياحة كانت مودة بتدور على شقة بمساعدة شخص اسمه عبد التواب، بس ما كانش فيه أي حاجة مناسبة. في الوقت ده عبد التواب عرض عليها بيت بمزرعة في محافظة المنيا. مودة كانت مترددة، وبعد شوية تفكير بدأت تقتنع وقالت مفيش مانع إن أروح وعاين المكان. وفي يوم 19 سبتمبر وقبل المغرب بساعات قليلة وصلت مع عبد التواب للمزرعة عشان تعاينها يمكن تشتريها، خصوصا إن فعلا الهدف الأساسي إنها تحط فلوسها في عقار ويكون استثمار لفلوسها على المدى البعيد. وصلوا للمزرعة وعقيلة بنتها كانت تعبانة من المشوار، فطلبت من والدتها إنها ترتاح وإن والدتها تعاين المكان براحتها. الأم اتأخرت، فبدأت عقيلة تاخد جولة جوه البيت، والتأخير وصل لساعة والتانية والأم لسه ما رجعتش. بالرغم إن المكان مساحته كبيرة، بس أكيد الأم مش هتتأخر لمدة ساعتين كاملين، فقررت إنها تتصل بوالدتها أكتر من مرة بدون أي رد. ومرة واحدة التليفون اتقفل. عقيلة في الوقت ده قاعدة منتظرة رجوع والدتها، والخوف مليها في مكان غريب وشبه مهجور، وأكتر من سؤال بيدور في ذهنها، يا ترى أمي فين وإيه اللي ممكن يكون حصل لها؟ فكلمت أخوها اللي في الكويت وحكيت له على كل اللي حصل. أدري برا، تخيل أنا قاعدة داخل من خرعة حتى حمام ما دشيت. أنا تو قاعد من بني، هاي مزعة قاعد بني. اللي سمعتوه ده جزء من تسجيل لعقيلة، والرجالة عادة في المواقف اللي من النوع ده بيتصرفوا بحكمة وهدوء. فأخو عقيلة حاول يهديها ويقول لها ممكن تكون بطارية الموبايل خلصت أو قاعدة في مكان ما فيهوش شبكة، ولفت انتباهها إن دي مزرعة ومساحتها كبيرة فمن الطبيعي إنها تتأخر. بس مع كل ده هي برضه ما كانتش مطمنة، وكل ما كانت بتسأل حد عن والدتها كانوا بيقولوا لها لسه بتتفرج وأول ما تخلص هترجع على طول. التوتر بيزيد وعقيلة خوفها كمان بيزيد، عشان كده وبدون ما حد ياخد باله بدأت تصور المكان وتبعت الصور لأصحابها ولأخوها في الكويت وتقول لهم أنا شكلي دخلت بيت ريا وسكينة. يوم دشيت حسيت روحي داخلة بيت ريا وسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كان آخر تسجيل تبعته عقيلة، لأن للأسف من بعدها تليفونها اتقفل، وكده البنت وأمها بقوا خارج نطاق الخدمة، والاتنين تليفوناتهم مقفولة ومفيش حد قادر يوصل لهم. طبعا أهلهم في الكويت حسوا إن في حاجة غلط بتحصل، فقرروا إنهم يبلغوا في السفارة المصرية بالكويت، والموضوع وصل للشرطة في مصر. بدأت الشرطة بالبحث، وأول حاجة هي تتبع تليفوناتهم، وفعلا قدروا يوصلوا لمكان المزرعة لأن ده آخر مكان تم التقاط إشارة فيه. والغريب إن الشرطة ما لقتش الأم أو بنتها، وبدأوا في تمشيط المكان بالكامل لكن بدون أي جدوى. والأغرب إن تتبع الشرطة كان موضح إن التليفونين لسه موجودين في مكان جوه المزرعة. وعدى يوم والتاني، وفي اليوم التالت الشرطة اكتشفت أكتر حاجة مرعبة. التليفونات فعلا كانت موجودة جوه المزرعة، وبالتحديد مع مودة وبنتها عقيلة. والسؤال ايه سر اختفائهم؟ بس قبل ما اكمل ونعرف ايه اللي حصل، خلونا نرجع لبداية سنة 2015 عشان نقدر منها نربط الأحداث كلها ببعض. مودة كانت عايشة مع جوزها وأولادها في الكويت، أسرة بسيطة مفيش في حياتهم أي مشاكل، مرتاحين ماديا. بس زي ما قلت لكم إن مودة كانت حابة تستثمر جزء من فلوسها، وكان معاها وقتها حوالي 35 ألف دينار كويتي، يعني بنتكلم في حوالي 1,000,000 جنيه مصري، مبلغ
كويس في التوقيت ده، وطبعا مبلغ زي ده مالوش قيمة في الكويت، أو بمعنى أدق ما يشتري الشقة. فجت لها فكرة إنها تجيب بالمبلغ ده أي عقار في مصر، وفي نفس الوقت لما يحبوا ينزلوا أجازة لمصر يكون عندهم مكان ملكهم يقضوا فيه أجازتهم. ولأن مودة ما كانش عندها أي خبرة في الموضوع ده كان لازم حد يساعدها، وهنا يظهر عبد التواب. والمهم إيه هو سر الثقة بين عبد التواب ومودة، ومنين أصلا عرفوا بعض، ومين هو عبد التواب؟ عبد التواب راجل مصري عنده 45 سنة، كان شغال سواق في الكويت عند زوج مودة لمدة 10 سنين، وطول الوقت ده كان معاهم. و10 سنين مدة كافية إنه يبني علاقة طيبة مع أهل البيت كلهم، وخصوصا مع مودة وزوجها. بس قرر بعد 10 سنين إنه ينزل مصر عشان يعيش مع أهله، بعد ما حوش قرشين واكتفى من الغربة، وعشان يعيش الباقي من عمره مع زوجته وأولاده. عبد الحميد الخميسي وزوجته مودة قدروا كلامه وأكرموه، وفضلت العلاقة بينه وبين مودة وأولادها كويسة جدا، لدرجة إنهم كانوا دايما على اتصال ببعض. عشان كده أول ما قررت تنزل مصر وتشتري بيت هناك كلمت عبد التواب، وده طبعا كان بحكم العشرة اللي بينهم. عبد التواب رحب بفكرتها جدا، بس اقترح عليها فكرة تانية، والفكرة دي كانت سبب النهاية. عرض عليها إنها بدل ما تشتري شقة تشاركه في مزرعة كاملة، وطبعا مزرعة مساحتها كبيرة هتكون أكيد أحسن من شقة، وممكن كمان تستغلها في حاجات كتير. لكن عيبها الوحيد إنها في المنيا. وأولا وأخيرا مودة كان هدفها إنها تستثمر فلوسها. بدأت تقتنع بالفكرة، وفعلا راحت ومعاها بنتها عقيلة على المنيا، وعبد التواب وأسرته استقبلوهم استقبال كويس جدا. وبمجرد وصولها عبد التواب حس إن المكان ما عجبهاش وإنها هتغير رأيها، وفعلا إحساسه كان صح، وده خلاه يحاول باستماتة إنه يقنعها بأي طريقة إنها تشتري المزرعة اللي هو ملكها، وإنه كمان مستعد يشاركها لو تحب. مودة بعد ما كانت متحمسة فجأة فقدت حماسها إنها تشتري، خصوصا إن المزرعة كانت في حتة مقطوعة وكمان مش متوضبة كويس ومحتاجة مصاريف تانية كتير. لكن عبد التواب حرفيا ما كانش سايبها في حالها، حاول يقنعها بكل الطرق الممكنة إنها تشاركه، وهي برضه كانت مترددة، لحد ما طلب منها إنهم يتمشوا في الجنينة، وإنها يمكن لما تتفرج تغير رأيها. وهناك كان في بير مية عمقه حوالي 20 متر تحت الأرض. وقف عنده عبد التواب عشان يكمل كلامه مع مودة، وفي وقتها بلغت عبد التواب إنها صرفت نظر عن الفكرة بالكامل، وقررت إنها ترجع على الكويت وهناك تعيد ترتيب أفكارها من جديد. وده طبعا ما عجبش عبد التواب، وبدون أي تردد بصلها وعينه كلها شر وزقها في البير. ونظرا لعمق البير مودة بمجرد سقوطها ماتت فورا. ودي ما كانتش لحظة شيطان أو غضب، لأن من البداية كل اللي حصل عبد التواب كان مخطط له. نرجع للبداية، واللي كان من الطبيعي إن عبد التواب يسأل مودة معاكي كام عشان تشتري شقة، ولما عرف المبلغ شيطانه لقى المدخل عشان يوسوس له ويرسم الخطة، وهي إنه يستدرجها للمزرعة ويتخلص منها وياخد الفلوس. وكان عامل حسابه إنها لما تيجي المزرعة هيكون معاها الفلوس، وهناك يقدر يخلص منها بمنتهى السهولة وياخد الفلوس ويقسمها عليه هو واللي معاه. أنا ما قلتلكش إن معاه شركة، لأن لسه دورهم ما جاش، لأن المزرعة دي أساسا ما كانتش بتاعته لوحده، كانت بتاعته هو ومراته واخوات مراته. مرات عبد التواب هناء عبد الفتاح هاشم، وعمرها 30 سنة، واخوها سيد 47 سنة، وعلي 35، واخيرا محمد 31 سنة. عبد التواب فكر انه كده خلاص، وقال لنفسه اروح افتح شنطتها واخد الفلوس. بس مسكين عبد التواب، او بمعنى ادق كان غبي، لان مودة لما راحت المزرعة ما كانش اصلا معاها فلوس، لانها اول ما نزلت على مصر راحت البنك وحطت كل فلوسها هناك علشان تكون في امان. وده تصرف طبيعي، لانها مش عارفة بالظبط هتشتري ايه ولا امتى. وهنا عبد التواب اخد صدمة عمره لما اكتشف انه اتخلص من مودة بدون اي مقابل. احساس صعب جدا لما كل اللي قعدت تخطط له يروح على الفاضي، وفي الاخر انت لابس جريمة قتل. عبد التواب راح لاخوات مراته، وطبعا مرضيش يقول لهم الحقيقة وان اصلا مفيش فلوس، واتفق معاهم ان هيديهم 150,000 جنيه لو ساعدوه عشان يخلص على بنت مودة، لانها اكيد هتكون شاهد عليهم لو عرفت الحقيقة. وفي وسط الاحداث دي عقيلة تمكن منها القلق والخوف على امها وعلى نفسها، قاعدة في مكان شكله غريب ومرعب وشبه مهجور. وبمجرد دخولها المزرعة قلبها اتقبض وخافت بدون اي سبب، وده كان السبب انها تصور المكان وتبعت لاخوها وتقول له انها خايفة. واول ما عقيلة شافت عبد التواب سألته عن والدتها، وقال لها انها لسه بتتفرج على المزرعة وهترجع. واول فكرة جت في بالها امي كانت معاك وانت راجع لوحدك، وده زود قلقها اكتر، لكنها ما بينتش قلقها اللي اتحول لرعب. وطبعا سواء بينت احساسها او اخفته فالنتيجة كانت محسومة.
وهنا يجي دور مرات عبد التواب واخواتها اللي مرة واحدة دخلوا على عقيلة عشان عبد التواب يتخلص منها ب4 طعنات ويضربها بحديدة على راسها زيادة تأكيد إنه أنهى عليها. وبالرغم إن طعنة واحدة كانت كافية، فصدمته إن مفيش فلوس خلته في حالة مش طبيعية. وبعد كده شالوها ورموها في نفس البير جنب والدتها، وكان اللي فاضل إنهم يخفوا معالم الجريمة، فردموا البير بكمية كبيرة من الرمل والأسمنت. وقالوا وقتها إنهم صرفوا حوالي 150 ألف جنيه لردم البير، وراحوا الأوضة اللي خلصوا فيها على عقيلة وبدأوا ينظفوها. أهل الضحايا في الكويت في الوقت ده كانوا بيحاولوا يتصلوا بيهم ومش قادرين يوصلوا لهم، ولأن من البداية الموضوع كان فيه قلق، فقرروا إنهم يقدموا بلاغ في السفارة. وأخو عقيلة أرفق الصور والتسجيلات الصوتية، وبدأت الشرطة في مصر تتحرك وقدروا يعملوا تتبع لتليفوناتهم وحددوا مكانهم اللي كان في مزرعة في صمنلوط في محافظة المنيا. الغريب إن الشرطة فتشت المزرعة بالكامل وما لقوش أي حاجة غير الناس اللي عايشة هناك، فبدأوا يستجوبوهم وطبعا أنكروا معرفتهم بأي شيء. ورغم تأكد الشرطة إن مودة وعقيلة موجودين في المكان ده، بس كانوا فاكرين في الأول إنهم ممكن يكونوا محبوسين جوه المزرعة لأي سبب. ممكن يكونوا حبسوهم عشان يطلبوا مثلا فدية كبيرة من أهلهم، ولما البوليس دخل في الموضوع بوظ كل ترتيباتهم. وبالبحث أكتر قدروا يحددوا إن التليفونات موجودة تحت الأرض بحوالي 20 متر. وأول حاجة لفتت الانتباه بير المية اللي كان باين إنه مردوم من وقت قريب، فقرروا إنهم يحفروه لعل وعسى يلاقوا التليفونات. وبعض المصادر بتقول إنهم استمروا 3 أيام كاملين بيحاولوا يحفروا البير عشان يوصلوا لآخر نقطة فيه، وللأسف وصلوا لآخر نقطة ولقوا جثمان مودة وبنتها عقيلة، والجسامين كانت حالتها صعبة بسبب الردم اللي عليهم، ولأن الجسامين كانت بدأت في مرحلة التعفن. الشرطة وقتها بتقبض على عبد التواب ومراته واخواتها وبدأوا يحققوا معاهم. وأثناء التحقيق عبد التواب قال أغرب كلام ممكن تسمعه، واللي منه إنه ما كانش عايز يخلص عليها، وإنه فعلا كان عايزها تشاركه في المزرعة. وأثناء معاينتها للمزرعة قربت من البير ووقعت لوحدها، فسألوه طب ليه ما حاولتش تخرجها أو تلحقها؟ والإجابة كانت أغرب، قال أنا سبتها تموت لأنها كانت تستحق كده، لأنها وعدته في مرة لما كان شغال عندهم في الكويت إنها تشاركه في مشروع كبير، لكن هي خلفت وعدها معاه، علشان كده كان لازم تكون دي النهاية. وبعدين لما رجع وشاف بنتها قعدت تسأله كتير عن أمها، فوقتها كان متوتر جدا وخاف منها فخلص عليها. وبعدين دفنهم في البير عشان محدش يقدر يوصل لهم ويتقبض عليه. أما بالنسبة لهناء مراته فقالت إنه ضيعهم وضيع نفسه، ومحدش كان يعرف إنه ناوي يرتكب الجريمة دي، لكنهم اضطروا يساعدوه لأنه وعدهم بمبلغ كبير. وده بالظبط نفس اللي قاله اخواتها، وكل واحد فيهم بقى يرمي التهمة على التاني. وفي سنة 2018 اتحكم على عبد التواب بالإعدام، وهناء زوجته خدت براءة. أما اخواتها فاتحكم على كل واحد ب25 سنة، واتقال بعدها إن عبد التواب اتنفذ فيه حكم الإعدام في نفس السنة. والقضية دي أكتر مقولة تتماشى معاها هو اتقي شر من أحسنت إليه، لأن بحسب أقوال أهل الضحايا قالوا إنهم كانوا بيعاملوا عبد التواب إنه واحد منهم لما كان شغال عندهم. كمان لما مودة نزلت مصر وثقت فيه وكلمته بحكم العشرة الطيبة اللي كانت ما بينهم، بس هو قابل كل ده بحقد وبخبث. شيطانه سيطر عليه وخلاه يقتل بنته وأمها بدون أي ذنب لمجرد حبه وشهوته للمال، وكمان لأنه عرف تفصيلة ومعلومة بحسن نية وثقة من المجني عليها. بلاش أدق تفاصيل حياتك تبقى على المشاع، وبلاش الثقة الزايدة. ربنا يرحم مودة وبنتها عقيلة. اكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه الفترة الجاية، لايك وشير وكومنت يدعمنا لو عجبك المحتوى. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان، سلام.